ايران بتقول عندنا قنبله، والصهاينه بيقولوا هنضرب قبل ما يستخدموها، بس محدش بيقول لك ايه اللي هيحصل لو النووي فعلا انفجر. الا فيلم اتعرض من 40 سنه وبيشرح لحظه بلحظه شكل نهايه العالم لو الحرب بدات النهارده. انا حسام حامد مخرج، وهنتكلم عن السينما لما حذرت من نهايه العالم. في عز التوتر بين امريكا وروسيا في الثمانينات، العالم كله كان في وضع استعداد دائم. زر نووي واحد كان كفيل يخلي الكوكب يولع. حرب نوويه الناس كانت فاكره ان دي حاجه مستحيل تحصل، لحد ما BBC قررت تخض بريطانيا كلها في فيلم ثريدز. الفيلم بيتكلم على ان في مدينه بريطانيه عاديه وحياه ناس بسيطه، لكن فجاه الدنيا بتتقلب، قنبله نوويه بتنزل، وانت كمشاهد بتتفرج على انهيار الحياه لحظه بلحظه. المدارس بتقفل، الكهرباء بتقطع، والناس بتموت في الشوارع، واللي بيعيش مشوه مرعوب وجعان. الفيلم ما كانش مرعب بالخيال، كان مرعب بواقعيه، ومن غير ولا لقطه هوليوديه قدر يصور نهايه العالم كانها نشره اخبار جايه من بكره. ولما الفيلم اتعرض في التلفزيون البريطاني الناس انهارت، الخطوط الساخنه للصحه النفسيه انفجرت من كتر المكالمات، والاهالي منعوا اولادهم يشوفوا التلفزيون، وحتى BBC نفسها قررت ما تعيدش عرض الفيلم ده لمده 20 سنه. There's growing evidence overnight from scientists and observers in many countries that there have been 2 nuclear explosions in the Middle East. Quite good. ايه اللي حصل بعد عرض الفيلم؟ الحكومه البريطانيه اضطرت تعيد تقييم خطه الطوارئ وتراجع خطتها في حاله ضربه نوويه. الجيش غير البروتوكولات، والراي العام بقى ضد اي تصعيد نووي. الفيلم خلى فكره حرب نوويه من مصطلح سياسي لكابوس شخصي. ثريدز مش بس فيلم عن حرب نوويه، ده عن اليوم اللي بعد الحرب، عن الناس اللي بتعيش بعد الانفجار. فيلم خلى حكومه تراجع نفسها، وخلى شعب كامل يخاف يفتح التلفزيون. واللي شفناه في الفيلم ده زمان كان تحذير، دلوقتي بقى احتمال. كل يوم بنسمع تهديد وتصريح من ايران، من الكيان الصهيوني، من امريكا، بس ولا واحد فيهم بيقول ايه اللي هيحصل بعد اول صاروخ. ويمكن اللي جاي يبقى اسوأ من اللي شفناه في السينما. قول لي بقى، هل في فيلم شفته قبل كده خليك تشوف الواقع بخوف؟ اكتب لي اسمك وسيب لي رايك في كومنت، واستناني في حلقه جديده. وما تنساش تعمل متابعه وسبسكرايب عشان تشوف باقي الحلقات.